جايه اقول لكم النهارده على سر ام علي بتاعه الافراح، وكل اللي محتاجينه 3 مكونات بس. اول حاجه خالص وهي البيز بتاعنا باف بيستري يا ملفي، واللي بيعملوا بيه الافراح او في المطاعم هو بيبقى الملفي، يا اما الكراسون اللي بيجيبوا عادي بس يبقى كراسون ساده. النهارده معايا الملفي. الملفي ده جبته منين؟ من اي مكان بيعمل كنافه، قطايف، الحاجات دي. تقريبا اسمه كنفاني او كنفاني تقريبا. جاهزه. بصوا هوريكم شكلها كده كده. هكسرها كده. المهم انا هقول لكم تبلوها لحد فين. نملاه ونسيب اخر ربع عشان الكريمه. الكميه اللي عندي دي كوبايتين لبن. حط عليهم الكوبايتين دول 4 معالق سكر. 4 معالق بالمعلقه دي. هحط معلقتين في كوبايه ومعلقتين في كوبايه تانية. هحط كمية اللبن اللي عندي كلها وهغطس الملفيه كده في اللبن. اهم حاجة انها تبقى صيصة كده. سر الافراح طبقة الكريم شانتيه اللي بيحطوها من فوق. هجيب اي كيس كريم شانتيه واعمله زي ما التعليمات مكتوبة. عندي طريقتين دلوقتي عشان احط الكريم شانتيه ده. يا اما احطه دلوقتي وانزله على الشوايه على طول، او احطه تحت يستوي شويه وبعد كده بحط الكريم شانتيه وافتح عليه الشوايه. حطيته من تحت 10 دقايق وبعد كده طلعته حطيت عليه الكريم شانتيه وبعد كده دخلته على الشوايه وبيطلع بالجمل ده. ريحتها رهيبه. وهحط عليها كمان السوداني اللي كنا حمصناه مع بعض. لحد دلوقتي صراحه محافظ على طعمه قوي، لاني لسه محمصه النهارده. هسيب لكم طريقته كمان في الكابشن، هو كده كده موجود عندي على البيج. كده بالمغرفه كده. بسم الله. جامده موت. اصلا انا قاعده في الفرح باكل ام علي.